مارس 2026 الكل صحي على أرقام جديدة في معارض العربيات خلت الناس تراجع حساباتها. فاتورة ما كانش حد يتوقع انه يحاسب عليها. العربية ديبال سجلت أول زيادة رسمية بعد التوترات الأخيرة في المنطقة، والأسعار وصلت ل 65 ألف جنيه في ليلة واحدة. الحقيقة إن الموضوع ملهوش علاقة بحالة السوق المحلي بس، دي توابع لاضطراب الملاحة وتكاليف الشحن والتأمين اللي قلبت بسبب الأحداث بين إيران وإسرائيل وأمريكا. طراز S05 أخذ النصيب الأكبر من الزيادة، وبقى بيبدأ من 1,490,000 لنسخة المدى الممتد، ولحقوا طراز S07 و G318 بزيادات خلت الكل يدقق في القوائم الجديدة بتركيز. الموقف دلوقتي بقى رهن الظروف، والوكلاء بيحاولوا يمتصوا صدمة التكاليف اللي بتزيد كل يوم بسبب عدم استقرار المسارات الملاحية. الأسعار ما بقتش مجرد أرقام على ورق، دي بقت انعكاس للي بيحصل في الكواليس الدولية، والكل دلوقتي مستني يشوف مين اللي هيلحق المتاح قبل موجة الغلاء المرتبطة بالأزمات ما تغير خريطة السوق من تاني. العيون متجهة للمواني وحركة الشحنات، وكله بيسأل عن مصير الدفعات اللي جاية. هل الزيادات دي هتكمل لباقي الماركات ولا لأ؟